يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحد غبي راح للدكتور، الدكتور وصاه يمشي لمدة 15 يوم على رجليه. بعد اسبوعين اتصل بالدكتور قال له يا دكتور انا على حدود السعودية، اكمل ولا اروح؟ واحد طلع له عفريت فمش حافظ اي حاجة من القرآن، غنى له طلع البدر علينا. واحد حياته كلها اخضر فخضر، صحي من النوم لبس بنطلونه الاخضر وقميصه الاخضر وجزمته الخضر، وركب عربيته الخضرة ومشي في الشارع كله اخضر فخضر، فعمل حادثة في سيارة خضرة، جه الصليب الاحمر باظت النكتة. واحد غبي بعاكس في واحدة في التليفون فبتقول اكيد انت غبي، قال لها يخرب بيت اظهار الرقم ده. واحد جاب خروف العيد قبل العيد بشهرين، وكان الخروف يقعد معاه ويشرب معاه ويتفرج على التلفزيون معاه، وجاء يوم العيد ليه الخروف فوق عمال يعيط. قال له بتعيط ليه؟ قال له كل الناس ذبحوا وجابوا خرفان للعيد الا احنا. جماعة واقفين مع بعض، فواحد قال لهم اللي بيخاف من مراته يجي على جنب، كلهم وقفوا الا واحد، فقال له انت يا معلم مش بتخاف من مراتك؟ قال له انا مراتي قالت لي ما تتحركش من هنا. واحد شاف دكتور بيطري راكب حمار، قال والله اول مرة اشوف دكتور راكب زباين. واحد بلدياتنا عايز يدي ابنه العيدية ومش معاه غير 100 جنيه وعايز يديله بس 10 جنيه، مسح الصفر واديها له. واحدة بتسأل امها ليه العروسة بتلبس ابيض يوم فرحها؟ قالت علشان بيكون اسعد يوم في حياتها. قالت انا عرفت ليه كده العريس بيلبس بدلة سوداء. واحد غبي راح يسرق واحدة عجوزة، قعد تحت السرير وهي عمال تسرح في شعرها، قعدت ساعتين لغاية ما نام، قام يدور ما لقاش حاجة راح نكش لها شعرها وراح ماشي. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. بقول لك واحد مسطول دفن نصه اللي فوقاني ونصه تحتاني ساب، وعشان يقول انا عايش ومش عايش. واحد بيقول لصاحبه انا عاوز اعمل لمراتي مفاجأة في عيد جوازنا. صاحبه قال له هتعمل ايه يعني؟ قال له هوديها الصين. قال له يا راجل في عيد جوازك العاشر توديها الصين؟ امال في عيد جوازك العشرين هتعمل ايه؟ قال هروح اجيبها. واحد غبي مسافر على الطيارة ومعاه قرد، قالت له المضيفة ايه الحيوان الغريب اللي معاك ده؟ هز القرد راسه قال له معايا. سباك اتخانق مع مراته، ضربها كوع كسر لها الحوض. كهرباء اتجوز 3 عمل لهم مشترك. 2 أغبياء عندهم حصانين فكانوا عاوزين يعلموهم علشان ما يتوهوش في بعض. الأول قطع ودان حصان وراح لصاحبه وقال له، التاني قال له الله يخرب بيتك ما أنا عملت كده برضه. بعدها بيومين رجع عليه قال له أنا فقعت عين حصان. التاني قال الله يخرب بيتك ما أنا عملت كده. في الأول قال له أنت هتصدع دماغي ليه؟ خد أنت الحصان الأبيض وناخد الحصان الأسود. واحد مسطول شاف قطة أخدها على البيت لمراته وقال شايفة القردة؟ قالت له دي قطة مش قردة. قال لها لا أنا بكلم القطة. سألوا واحدة فافي بيقول لها يعني إيه عزا؟ قالت لهم يعني بارت حزين وبيقدموا فيه قهوة دايت. بيقول لك واحد بخيل عمل شوربة لحمة وعزم صحابه وقدمها للضيوف من غير لحمة. قالوا له أنت جايب لنا شوربة من غير لحمة؟ قال لهم يعني شايل عروسة في عروسة. بيسألوا واحد بلدياتنا مين أهم الشمس ولا القمر؟ قال لهم القمر طبعا. قالوا له ليه؟ قال بيطلع بالليل وبينور لنا بالليل والدنيا ضلمة، أما الشمس بتطلع بالنهار والدنيا نور أصلا. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع. واحدة وحشة دخلت الحمام فبتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، رد عليها إبليس قال لها أنا كده خارج جاتك القرف. واحد جاي يقتل صاحبه وبيقول له قول الشهادة بسرعة قول الشهادة، قال له بكالوريوس تجارة. 2 بلدياتنا ماشيين في الصحراء لقوا واحد بيصطاد، فواحد منهم قال للتاني شوف العبيط بيصطاد في الصحراء، رد عليه التاني ملناش دعوة يلا قدف. نملتين وفيل ماشيين مع بعض، فنملة قالت للفيل ايه رأيك نلعب مصارعة حرة مع بعض؟ قال لهم وانا غبي يعني للدرجة دي 2 على 1 يعني؟ جماعة بلدياتنا حبوا يفجروا عمارة، حطوا القنابل في الدور الأرضي وهربوا على السطح. حرام وندل ماشيين مع بعض، فالندل بيقول الحرامي علمني السرقة، قال له تعلمني الندالة؟ قال له وهما ماشيين مع بعض كده راح الحرامي سرق محفظة واحد، فالحرامي قال له ايه رأيك بقى؟ قال له لا 100. قال علمني الندالة بقى. الحرامي. واحد بلدياتنا راح حفلة تنكرية قطع دراعه. واحد بخيل بيقول لمراته اجيب لك ايه في هدية عيد جوازنا؟ اجيب لك فلوس ولا تاخدي موبايل الجديد؟ فكرت شوية قالت
ده بخيل، لو طلبت منه فلوس هيديني 2 جنيه. فقالت خلاص اديني موبايلك الجديد. قال لها اكتبي 012 3507. عصفور غبي طار اتخبط في ازاز عربيه، اغمى عليه. صاحب العربيه وقف وخده معاه البيت وحطه في قفص. صح العصفور لقى نفسه في قفص، سأل نفسه انا في سجن؟ معقول الراجل مات؟ واحد اطرش وقف سواق تاكسي، وبالصدفه السواق برضه اطرش زيه. قال له مصر الجديده. رد السواق قال له لا والله مصر الجديده. رد الراجل قال له خلاص معلش انا كنت فاكرك رايح مصر الجديده. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحد عربي نزل مصر، دخل على صراف آلي، سحب 5000 جنيه وطلب عمل سحب إيصال. طلع الإيصال مكتوب عليه ايه الحلاوة دي؟ ايه يا باشا ربنا يزيدك من نعيم. واحد بلدياتنا حب يعمل ليلة حمرة ولع في الشقة. واحد بلدياتنا قفل الباب على صباعه، الباب ورم. واحد بخيل مات ليه وكاتب رسالة ما تغسلونيش أنا مستحمل. جماعة بلدياتنا ماتوا غرقانين في غواصة، وبعد التحقيق اكتشفوا ان واحد منهم سمع خبط بره، راح فتح الباب يشوف مين. واحد راح يخطب واحدة عجبته، فراح لأهلها قالوا له البنت بس لسه بتدرس، فقال مش مشكلة برجع بعد ربع ساعة. واحد غبي دخل الجيش، القائد بتاعه اداه قنبلة وقال له دي اغلى قنبلة عندنا واغلى قنبلة في العالم. قال له ارميها على الاعداء من فوق الجبل. اما الغبي طلع فوق الجبل ولأول مرة يفكر وقال القنبلة دي غالية، طيب ما بلدنا أولى بيها، ورماها على جيشه. واحد بلدياتنا دخل على ابن عمه اللي بيلعب طاولة مع الحمار، قال له بتلعب طاولة مع حمار؟ قال له اسكت يا راجل، ده أنا مغلوب لقيت دلوقتي 20 دور. ديك بقدن فوق شجرة وتحتها ثعلب، لما خلص قال للثعلب مش عاوز تنزل نصلي جماعة؟ واحدة غبية اتأخر جوزها عليه، قالت لأمها خايف يكون جوزي اتجوز عليا. ردت أمها قالت لها اتفائلي خير يمكن عمل حادثة. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحد اجنبي بيسأل واحد بلدياتنا تعرف تعوم؟ قال له لا. قال له يبقى الكلب احسن منك. بعدين سكت شويه صاحبنا وسأل الاجنبي قال له وانت بتعرف تعوم؟ قال له بعرف اعوم. قال له يبقى مفيش فرق بينك وبين الكلب. واحد بيسأل صاحبه لو طلع عليك اسد وانت بتصلي هتكمل صلاتك؟ قال له لو فضلت على وضوء هكمل. واحد غبي واقف قدام باب التلاجة عمال يفتح باب التلاجة شوية شوية ويقفل شوية شوية. شافه صاحبه قال له بتعمل ايه كده؟ قال له اموت واعرف مين بيطفي النور من جوه. واحد بلدياتنا لقى 10 جنيه على الارض خدها وحط 50. واحد غبي ماشي في الشارع قال يا رب احط ايدي في جيبي الاقي 10 جنيه، حط ايده في جيبه لقاها مخرومة، رجع يدور عليها لتكون وقعت منه. واحد ومراته اول مره يركبوا طياره، فقاعدين في الطياره، فالراجل قال لمراته روحي هاتي لي اشرب. راحت جابت له ميه وشرب، وبعد شويه قال لها روحي هاتي لي كمان اشرب. راحت ورجعت ما جابتش حاجه. قالت له اصل الزير اللي كنت بجيب لك منه لقيت واحد قاعد عليه. 4 غبيه خطفوا بنت وقفوا تاكسي. سواق التاكسي قال لهم التاكسي ما بياخدش غير 4، قام سابوا البيت وركبوا. حرامي دخل على شقه فيها راجل وعياله ومراته، فقال للراجل طلع الفلوس اللي معاك لا اقتل مراتك. فالراجل قعد يضحك فقتل مراته وقعد يضحك. فقال له طلع الفلوس اللي معاك هقتل ابنك. فالراجل قعد يضحك برضه لسه بيضحك. المهم انه خلص على العيله كلها والراجل قعد يضحك. فقال له يا راجل انا عم قتلت عيالك ومراتك والعيله كلها ومش عايز تطلع الفلوس اللي معاك. قال له اطلع من دول يا بتاع الكاميرا الخفيه. 2 اغبياء اصحاب، فواحد بيقول للتاني انت تاخد شهر اجازه وانا اخد شهر اجازه ونطلع شهرين على باريس. واحد قلبه وقف نزل يزق. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. بلدياتنا اشترى منبهين، واحد عشان يضرب والتاني عشان يحوش. دكتور اسنان مصاحب واحده خلع منها. بقول لك صرصور متمرد ليه؟ علشان مش لاقي جزمه توقفه عند حد. بقول لك كان في حمار وحشي واقف على كنز كبير ومش عارفين يجيبوا الكنز. قالوا اللي هيجيب الكنز ده هياخد نص. جابوا واحد امريكي وواحد هندي وواحد اجنبي. الهندي اول ما وصل راح الحمار رفس وراح مموته. الياباني دخل راح الحمار مرفس وراح مموته. الاجنبي بعد شويه لقيوه جايب الكنز على كتفه وسحب الحمار في ايده. قالوا له ايه يا عم عملت ايه؟ قال كلمه مني كلمه منه، اتعرفنا على بعض طلعنا قرايب. قط بيجري ورا قط علشان يبوسها،
خبطتها عربية وماتت. قال لها احسن خلي الشرف ينفعك. واحد بلدياتنا راح على البنك ومعاه حبل، قال له ابن عمه هتعمل ايه بالحبل يا مجنون؟ قال له عشان نسحب الرصيد. بقول لك بياع انابيب غاز ماشي في الشارع بينادى على نبيب، نادى عليه واحد بلدياتنا من تاني دور وقال له لا فيني واحدة يا ابوي. قال له اطلعها لك؟ قال له لا هننزل نشربها تحت. حمار بيسأل حمار انت محشش؟ قال له لا مبرسم. بقول لك ليه الغواصين تحت المية بيتكلموا بلغة الإشارة؟ قال لك علشان الحيتان ليها ودان. بقول لك واحد غبي جاله جواب ومكتوب في آخره صندوق بريد صاد به 44. الراجل ما فهمش يعني ايه، راح يسأل صاحبه قال له يعني بقول لك عايز صندل بني مقاس 44. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحد بلدياتنا سرق 1,000,000 جنيه وخدهم وحطهم في حفرة وكتب على الحفرة مفيش حاجة هنا. راح ابن عمه حمدان ماشي وراه اخد الفلوس وكتب على الحفرة. حمدان ما خدش حاجة. طالب غبي خرج من الامتحان بعد 10 دقايق، سألوه ليه خرجت بدري من غير ما تحل؟ قال لهم اصل ابويا قال لي لازم تطلع الاول. واحدة جوزها غاب اسبوعين وما رجعش على البيت، راحت على القسم علشان تعمل محضر وخدت ابنها الصغير معاها. فالضابط بيسألها اوصاف جوزك ايه يا ست؟ قالت له طويل واشقر وشعره اصفر وعينيه خضرة. فالواد الصغير بيقول لها يا ماما مش كده. قالت له اسكت يا ولا خليهم يجيب لنا واحد احسن. بقول لك دكتور قلب طالع معاش وفي حفل تكريمه حط صورته جوه قلب كبير. واحد من القاعدين عمال يضحك وقعد يضحك. سألوه بتضحك ليه؟ قال لهم اصل انا دكتور بواسير وطالع معاش بعد اسبوع. بقول لك ولد صغير راكب اتوبيس المدرسة وعمال بيغني ويقول اذا بابا حلو وماما حلوة انا هطلع عسل، واذا بابا ذكي وماما ذكية انا هطلع ذكي. سواق الاتوبيس زهق منه قال له واذا بابا حمار وماما حمار هتطلع ايه؟ قال له سواق اتوبيس زيك. بقول لك دكتور جامعة بيقول للطلبة عنده في الجامعة كل واحد يكتب اسم حبيبه في ورق. بعد 5 ثواني الشباب قالوا خلصنا يا استاذ. بعد ساعتين البنات قالوا مفيش ورقة تانية. بقول لك واحد بلدياتنا عايز يتعلم الطيران، اشترى كتاب كيف تقود الطائرة وخد طيارة خاصة وطلع فتح أول صفحة كيف تقود الطائرة، فتح اعمل 1 2 3 طلعت الطيارة. حب ينزل فتح الكتاب ليه؟ الهبوط في العدد القادم.